فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بنشوف المطر ما شاء الله امطار خير وبركه علينا، اللهم لك الحمد. المهم مباراه المغرب والمنتخب المنتخب الاماراتي. سيدي علي، نعم، ما سمعت رايك عن المباراه؟ على كل حال شفنا مقابله في المستوى بين الامارات والمغرب. شفنا البدايه تاع الامارات واحد 7 دقائق ولا سيه ويستحولوا بالكره، ولكن المغرب عاودوا ولاو لمكانتهم وتحكموا في المقابله من ملي بدات المقابله 10 او 15 دقيقه هما متحكمين في المقابله. لي 3 خطوط هما حاكمين، داو لهم الوسط الملعب المغاربه. في هذه اللي المغاربه عندهم دفاع في المستوى، عندهم وسط الملعب كان في المستوى، والهجوم كيف في الباب تاع الفنيات المغاربه احسن من كانوا في المستوى العالي في المقابله هذه. شفنا الامارات تغلبت عليهم المغرب، خاصه في الشوط الثاني الامارات ما بانتش كاع، قاعده المغرب تلعب كره وحدها. هنايا شفنا زوج مدربين في المستوى اللي هما تاع الامارات وتاع المغرب. تكلمنا في حصه عندها يامات وين تكلمنا قلنا اللاعبين هما اللي يصنعوا المدرب. اليوم في المقابله تاع اليوم شفنا مدرب تاع الامارات في المستوى، ولكن اللاعبين اللي عنده ناقصين كي تمثلهم للمغاربه. المغاربه عندهم مدرب في المستوى تكتيكيا قناع، دار اللي لازم عليه، ولكن الفرق اللي رجعوه احسن، نجمو نقولوا احسن مدرب في هذه المقابله اللي هما اللاعبين المغاربه. اللاعبين المغاربه عندهم مستوى عالي فنيا، اللي 3 الخطوط يلعبوا كره جميله ثلاثيه، راوغات، رجع الكره للور. الاماراتيين انا ليا هذه المقابله هذه المغاربه هما اللي داروا كل شيء اليوم، والفيشطه كانت من جهتهم، ولهذا انا المغاربه عجبوني كثير، خاصه كان الهدف الثالث اللي كان بطريقه فنيه سجلوه، ولهذا يستاهلوا الفوز.